الو، ازيكم يا بناتيت؟ آم، يمكن ده اول فيديو في حياتي، ويمكن مفكرتش قبل كده ان انا اعمل اي فيديو خالص واعمل ابلود على اليوتيوب. لكن حقيقي شفت فيديو على اليوتيوب ونرفزني قوي انه واحده عامله التاج بتاع واتس ان ماي باج او إيه اللي في شنطتي، جايبه شنطه صغيره قوي وحاطه فيها حاجتين تلاتة، يمكن سانيتايزر وميك اب حاجات كده وتشو. والمفروض ان احنا نصدق ان هي بس لما بتخرج بتستخدم الحاجات دي. يعني اوكي، في بنات بتخرج بكميات صغيرة جدا وكل حاجة، لكن في امهات بيبقى عندهم حاجات ضرورية في الشنطة كل مرة. في مدرسات بيبقى عندهم حاجات غريبة في الشنطة كل مرة. فالنهاردة يوم اجازة، انا خارجة وحبيت اوريكم ايه اللي في شنطتي. معرفش، يعني مش مرتبة بالظبط ايه اللي في شنطتي، لكن عايزة اعرفكم ان واحدة كأم ممكن تشيل ايه في شنطتها بالظبط. دلوقتي طبعا دي ازازة المية، دي ضرورية جدا. لازم اي ام عارفة ان هتحتاج ازازة مية، حتى لو مش خارجة مع ابني. انا لازم اجيب ازازة مية لانه بعطش كتير. ف hydration dehydration dehydration، فلازم ازازة المية معي. فدي ازازة المية. الشنطة دي من اصغر الشنط عندي، فملهاش مكان جوه الشنطة، فانا شايلها بره عشان منساهاش. دي شنطة مبدئيا عن الشنطة، دي شنطة اتموسفير، انا شارياها. عادة الشنط اللي عندي بتبقى أكبر من كده، دي من أصغر الشنط اللي عندي. وغالبا برضو أغلب الشنط اللي عندي بتبقى باخدها من سمر أختي، لأن هي عندها ذوق هايل هايل في الشنط والجزم. ف يعني بحب أخد من عندها حاجات كتير قوي، لكن دي أنا واحدة من اللي شارياهم. دي بإيدين، إيد للكتف، إيد للإيد، فما بلبسهاش وأنا رايحة الشغل. أنا عندي للشغل شنطة مخصوصة يعني، ما بغيرهاش كتير. لكن دي للخروج. آم، عجبني الباترن قوي ده. مش ده اوف وايت مش ابيض، فالباترن بتاع الاوف وايت مع البلاك حقيقي حلو، عجبني قوي قوي قوي. دلوقتي اول ما بفتح الشنطه في الميتو بتاعي. الميتو ده اختصار لمتروبول، هي فايلوفاكس، مش عارفه اذا كان عندكم خلفيه عنها ولا لا. دي عباره عن محفظه واجنده في نفس الوقت، يعني calendar and everything. فمش عارفه اخليكم تبصوا عليها بصه. هنا القلم طبعا ده ضروري جدا معايا all the time. هنا بشيل الفلوس اهي، بحاول اطبقهم separately عشان اعرف انا معايا كام بالظبط كاش. وفي هنا برضو فلوس في الجيب الكبير، وفي شويه ريسيتس. سوري اول مره اصور، معلش. شويه كروت البطاقه والكارت فيزا and everything. هنا شويه كروت كوستا، الحاجات اللي هي عندهم هنا نظام البوينتس فظيع كتير قوي. كل مكان تروحيه لازم في نظام البوينتس بتاع كارفور ماي كلاب، الحاجات دي انا بعشقها اصلا، بجمعها. بيرسونال انفو. هنا اول حاجه الكالندر، ببدا بالكالندر. الكالندر دي نسيت، ده بوك كده صغنن انا عاملاه اتاتش، بحط فيه الكوينز. سامعين؟ عشان ما لهمش مكان عندي في المحفظه. ده الايديال داي بتاعي، يعني لو انا عايزه امشي يومي ايديال جدا، البرفكت بيبقى هو كده. بيبدأ من 4 الصبح waking up، ويعني 4 5 إلا تلت بصلي الفجر، وببدأ الروتين العادي، وبعدين ببقى في الشغل بصلي الظهر. الروتين اللي هو يعني لو perfect day هعمل ده، بس فعلا ما فيهوش اي وقت راحة، يعني كأم واحدة بشتغل، وكزوجة وكأخت لو انا عملت ده كل يوم انا هنهار يعني حقيقي، بس انا احب ان انا احطه كده. ده بالكالندر بتاعي. في مثلا 2014، دي كل السنة 2014 كاتبة فيها كم بوينت مهم، حاجات ما احبش انساها. هنا ده شهر ديسمبر بتاع السنة اللي فاتت، كنت بعمله بالطريقة دي، وبعدين كل شوية بغير، مش عارفة، مش لاقيه نظام معين يخليني منساش، لان انا الزهايمر عندي كتير قوي ببشاعة، فلازم بحاول بقدر الامكان الاقي نظام يخليني منساش. فمثلا هنا ويكلي بكتب التودو ليست والحاجات. لقيت النظام ده تاني، حاجه اسمها سبايرال ديكس، دي حاجه كده زي نظام الساعه، بتكتبي فيه الايفنتس بتاعتك بالاوقات وكل حاجه، بس برضو ما انسجمتش معاه. في نظام جديد دلوقتي انا عاملاه، بصوا انا بكتب المنيو بتاعت الاسبوع الجاي كله،
هعمل ايه يوم الاثنين تلات اربع خميس جمعة سبت حد اتنين. بعرف انا محتاجة ايه عشان ننزل نشتريه. وكمان بعرف اظبط يعني يوم الجمعة والسبت الاجازة بتاعتي بظبط لبقية الاسبوع الاكل. مش بمشي عليه بيرفكتلي يعني بس بيساعدني. النظام الجديد ده انا عاملاه لشهر ابريل. شايفين ابريل حاجة فولدبل كده. هنا الشهر بكتب الايام الاجازات بتاعتي، اجازات جوزي، يوم التطعيم بتاع ابني، اعياد الميلاد في العيلة، حاجة انا مش عايزة انساها يعني بتبقى حاجات الضرورية. وبعدين هنا الاسبوع، هنا الوجبات بتاعت الاسبوع زي ما انتم شايفين. هنا صرفت ايه الاسبوع ده. هنا اتصل بمين. طبعا البارت ده قرايبي عارفين ان انا بستخدموش لان انا ما بتصلش بحد تقريبا، بنسى بجد امسك الموبايل. هنا حاجات الضرورية والابوينتمنتس والحاجات دي. انا عامله كلر كود يعني ابني عاملاه باللون الازرق، الاصفر الشغل، الفوشيا البيت، او انا الاورنج الانيفرساريز والبيرثدايز، والاخضر جوزي يعني بحاول افكر نفسي. وهنا بيبقى حاجه كده زي جورنال بكتب فيه ابداعاتي. انتوا عارفين انا مبدعه جدا يعني لو في رسمه في دماغي عايزه ارسمها بوينت معينه، نوت عجبتني بنقلها. دي جورنال بتاعت اليوم ده اللي هو 9/4 يوم الأربعاء. كان في حاجة معينة كنت عايزة اكتبها فبكتبها، وده الأسبوع اللي بعده and so on. يعني هي حاجة جديدة كده هجربها يمكن ارتاح يمكن مرتاحش الله أعلم. في بعد كده البارت التاني ليست، شوية أذكار الصباح عموما والمساء يعني. غالبا حفظتها من كتر ما بقولها بس بحب ارجع لها في بعض الأحيان. لستة حاجات كنت عايزاها من ايكيا ليست، فحاجات بأسعارها بمقاساتها بكل حاجة. حاجات مهمة، أوراق. دي كانت رحلة تبع المدرسة، أنا بشتغل مدرسة وكانت في رحلة طالع معايا كمية بنات رهيبة فخفت يتوهوا مني، فكتبت أساميهم وأرقام تليفوناتهم وعناوينهم وكل حاجة عشان بخاف يتوهوا مني الناس دي. هنا لستات ميك اب، حاجات عايزة اشتريها، حاجات انا عايزة اشتريها للبيت يعني حاجات معينة عشان منساش بروح المكان بقعد هناك اتوه. دي رسمات عجبتني شفتها اونلاين وحاولت اطبقها يعني عجباني، حاسه شكلها حلو قوي. شايفين البارت ده شيك قوي. هنا البارت ده باظ طبعا عندي بس مش مشكله. ورق فاضيه، حساباتي مستلفه ايه من مين يوم ايه بكام، شويه صور، حاجات مهمه، فيزا، اوراق، نسخ ممكن احتاجها في اي مكان. هي دي المحفظه، بحبها قوي 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 قوي. هي مش جلد بس شبه الجلد طبعا، متوسخه ومتبهدله وحالتها حاله بس بعشقها يعني. هي قد الكف، شايفين كف. الكاميرا فصلت وهنرجع تاني. بعدين جوه الشنطه في حاجه انا في هوريكم دي الاول وبعدين اقول لكم على الحاجه اللي انا عايزه اقول لك عليها. دي شنطه ميك اب انا جايباها من بيبر تشيس. هي اصلا كان المفروض مقلمه يعني بس عجبتني قوي شكلها حسيتها مناسبه لحاجات الميك اب بتاعتي. فيها ايه؟ دي علبة فاضية بتاعت كريم اساس قبل كده مكياجي بس خلص، بس بحط فيه دبابيس عشان بحتاج دبابيس كتير قوي بما اني محجبة فالحجاب ممكن يغدر بينا في اي لحظة. روج، الليبستيكس والحاجات دي انا ما بستخدمهاش مخصوص عشان لبس يعني، انا ممكن استخدمها اي شادو ما عنديش مشكلة. ليب جلاس ضروري قوي قوي قوي. كريم بتاع الشمس، شوية فرش، ماسكارا، كحل، كونسيلر، حاجات يعني لازم باخدها معايا في كل حتة. كريم اساس برضو مش عارف يعني حاجات نط يعني مهمة ضروري تفضل معايا. بعدين في بقى مرايتي العظيمة. المراية دي حلوة قوي بتتفتح كده وهي شايفين المراية المفروض هنا بتتفتح كده وتتسند تعيشي حياتك. حلوة قوي، كبيرة، واضحة، نظيفة، بحبها جدا. حتى ابني بيحبها كتير قوي، لما بيزمزق مني في اي مكان بديها له ويقعد يعضعض فيها ويمرمطها شوية. لطيفة بحبها قوي. في بعد كده انا حاطه حاجه في جوه الشنطه اسمها اورجانيزر. الاورجانيزر دي حلوه ليه؟ لان هي الحاجات دي ضروري معايا، فبحاول ان انا يعني لو احتجت اغير الشنطه او حاجه هي دي باخدها من هنا احطها هنا يبقى خلص الموضوع، بدل ما انسى هنا حاجات في الشنطه دي، حاجات في شنطه الشغل طبعا.
رينجز مستر كريسبس ده ضروري جدا يبقى معايا عشان ابني. انتوا الامهات هتفهم الحاجات دي يعني، حاجات ضروريه لازم تتفهم. ده كفر السان جلاس بتاعتي كالعاده فاضي، لانه دايما انا بنسى احط السان جلاس فيها. السان جلاس نفسها دايما برا، ده شيء كويس. عمري ما افتكرت احطه فيها. حبر بقاله يمكن قرب ال4 شهور في شنطتي، عشان عايزه اجيب حبر تاني عشان ابرنت البرينتر بتاعتي ومش بفتكر. ده شيء جميل جدا. جم ضروري. في هنا بقى بوكيتس، هو عباره عن حاجه كده فاضيه في النص وبوكيتس all around it. هنا ده سانيتايزر اسمه لافيولا، ده انا كنت شفته مع اخت جوزي ايمي، حلو قوي قوي، ريحته تجنن. اشتريت كل الروائح بتاعته، ما بستغناش عنه في كل شنطه، في كل حته في بيتي، في كل حته في الشغل، على المكتب، and everything لازم بيبقى موجود. في هنا ايه؟ مطوتي. المطوه دي هي مش مطوه بس زي شبه المطوه، هي عباره عن كل حاجه، شوكه وسكينه ومعلقه وفتاحه وكل حاجه بتتطبق مع بعض. دي كانت سماح اختي جايبها لي هديه، حقيقي حلوه قوي، وانا بعشق اللون الاحمر زي ما انتم شايفين، كل حاجه يعني ريليتد بالاحمر في الاخر. انا بعشق اللون الاحمر، ف دي مهمه ضروري معايا all the time. في ايه كمان؟ للاسف مش شايفه. بنادول ضروري لازم، مع كل مع كل مدرسة لازم في شنطتها بنادول اكسترا قوي عشان الصداع. ده برضو ايام البرد لازم يبقى معايا. مش عارفة الفلاش ده بخاخ للانف، عشان لما المناخير تبقى مسدودة لازم تتسلك عشان نعرف نتكلم. ايه كمان؟ تيشو، كيس تيشو، برفيوم. ايه ده؟ برفيوم برضو، عندي 2 برفيوم حلو قوي. محلول للكونتاكتس اللانسز، كريم للايدين، حقيقي نيفيا حلو وريحته تجنن بجد، بحس ان بتاعش رهيب وانا بحطه. هيدفون، سماعه الموبايل. بس تقريبا هي كده الشنطه خلصت، فضيت. فهو ده فيديو. حبيت بس اقول ان في شنط يا جماعه متمرمطه، مش زي الشنط يعني كتير قوي. حتى جوزي يقول لي يعني انت ليه كل الحاجات دي في شنطتك؟ لان حاجات ضروريه. انا في اي مشوار لو طولت شويه وابني محتاج حاجه هتجنن لغايه ما اجيب له الحاجه دي. انا لما بحتاج حاجه بتجنن لغايه ما اجيبها. فليه احط نفسي في الموقف ده؟ عندنا شنط كبيره، عندنا شنط تشيل، عندنا حاجات ناخدها معانا، فليه لا؟ اتمنى تكونوا انبسطتوا، اتمنى تكونوا استفدتوا. لو عايزين تسالوني على اي حاجه ريليتد بالفيديو ده، اي حاجه ظهرت في الفيديو، اي حاجه in all، ده اول فيديو، شجعوني ان انا اعمل فيديوهات تانية. مش عارفه، بفكر انه هيبقى اول واخر فيديو، ربنا يستر. لو في حاجه في الصوت، لو في حاجه في الاضاءه، قولوا لي كومنتات. I don't mind at all. هحاول اصلح الموضوع. اول فيديو لازم هيبقى فيه mistakes كتير قوي. thank you very much باي باي. اشوفكم في فيديو تاني. باي باي.